عايز تبقى راجل في بيتك؟ روح للست اللي انت متجوزها وتبح لها القطه، او امسكها اديها علقه جامده. اصل الست يتكسر لها ضلع يطلع لها 24. هو انت مش راجل ولا ايه؟ بصراحه اللي يعمل كده استحاله يبقى راجل. خليني اقول لك ان الذكور كتير، وده اللي مكتوب في البطاقه، ودي خلقه ربنا والله بلا اعتراض. لكن لو عايز تعرف ازاي تبقى راجل، اسمع مني الكلمتين دول بس، ما تقلقش مش هقولك الكلمتين دول من عندي ابدا. احنا بناخد اخلاقنا وسلوكياتنا من حبيبنا افضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا ايه؟ يا ازواج يا زوجات، تعالوا شوفوا حبيبنا ونبينا وقائد الامه الاسلاميه صلى الله عليه وسلم كان بيعامل زوجاته ازاي. رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لاهله. يعني الراجل اللي ما فيش زيه هو احسن واحد يتعامل مع مراته واهل بيته. هتقولي ستات دلوقتي مش زي ستات زمان، دول عايزين رومانسيه وكلام ملزق كده، واحنا كرجاله ملناش في الكلام ده. وبعدين انا مش فاضي، انا برجع من الشغل مطحون وعايزه ارتاح. هقولك معقول انت مشغول اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيجاهد في سبيل الله، وغزواته وفتوحاته الاسلاميه واجتماعاته للدعوه لله، ومع ذلك كان في وسط كل ده رومانسيته يتاخد فيها دروس. كان لما يتكلم عن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللي كانت أكبر منه ب15 سنة تقريبا، كان يقول إن رزقت حبها، كان بيعترف بحبها قدام كل الناس. وأول مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشوف سيدنا جبريل عليه السلام حس بالرعب وبالخوف. تخيلوا ساعتها يجري على مين عشان يحس بالأمان؟ جري على السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. صدقني انت لو اتعاملت مع زوجتك بالشكل ده زي نبينا صلى الله عليه وسلم هتلاقي معاها الأمان والسكن والمودة. ولما خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماتت، اتسمى العام ده بعام الحزن من كتر حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الذكرى بتاعتها كانت دايما ملقية قلبه. ولما السيدة عائشة كانت حاسة بالكلام ده وإن حزنه لسه موجود، قالت له: لقد أبدلك الله خيرا منها. يرد عليها ويقول لها: لا والله، لم يبدلني الله خيرا منها قط، مستحيل ما فيش زيها. ولما كان يذبح شاه كان لازم يوزع منها هدايا على صحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. عايز تشوف رومانسية أكتر من كده؟ تعالى شوف نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل: مين أحب الناس إليك يا رسول الله؟ كان يقول لهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عادي كده يا رسول الله تقول اسمها قدام الناس والرجالة والناس تعرف اسمها؟ عادي جدا، مراته بيحبها. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع جيش، متخيلين معايا الموقف ده؟ جيش وحرب، ومعاها السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. يقول لهم اتقدموا، امشوا شوية لقدام، اطلعوا لقدام. ويسابق السيدة عائشة، عايز يهون عليها الطريق والمشوار. والسيدة عائشة تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما ينسهلهاش أبدا. وفي مرة تانية يتسابقوا تاني، والنبي المرة دي يسبقها ويضحك معاها ويقول لها: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. النبي الرسول قائد الجيش قائد الأمة، تخيلوا كل اللي هو فيه من مشغوليات كان بيعمل كده وأكتر. كان يدلعها ويقول لها: يا عايش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنا بعرف إمتى بتكوني راضية عني وإمتى لا يا عائشة. لما تحلفي وتقولي رب إبراهيم بعرف إنك زعلانة، لما ترضي بلاقيكي تقولي رب محمد. شايفين الحنية؟ يقولك من الذوق والشياكة إن الراجل يفتح باب العربية لزوجته. تعالوا شوفوا حبيبنا علمنا ده قبل مئات السنين. في مرة كان مع السيدة صفية وكانت جاية تركب الجمل بتاعها ومش عارفة، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ويخلي ركبته زي السلم عشان السيدة صفية تحط رجليها عليها وتركب الجمل. وإيه كمان يا رسول الله عايز تعلمه لنا؟ كانوا ماشيين وقائد الجمال كان اسمه أنجشة، وكان بينشد وصوته حلو قوي، فكان من جمال صوته الجمال تهتز وتتمايل. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ايه؟ يقولوا: يا أنجشة رفقا بالقوارير. معانا ستات رقيقة ما تستحملش يا أنجشة تمايل الجمال، أصله هيضايقهم ويتعبهم. ولما يبقى في سفر مع زوجاته صلى الله عليه وسلم وجمل السيدة صفية يبرك على الأرض
مرضاش يمشي. ساعتها السيدة صفية تعيط وتزعل. تخيلوا لو حصل الموقف ده مع اي راجل كان ممكن يعمل ايه؟ كان قال لها ما تبطلي نكد بقى، دي كل حاجة عياط. كان ممكن يتنرفز عليها كمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملش كده ابدا. يوقف كل الناس، يوقف كل الجمال اللي ماشية عشان جمل السيدة صفية رضي الله عنها، ويواسيها ويطبطب عليها ويمسح دموعها بإيده الشريفة. النبي بجلالة قدره كان في مهنة أهل بيته، كان بيساعد زوجاته في البيت، مش يشوفها وراها 100 حاجة ومشدودة ومتعصبة ويسيبها ويقعد على كرسي ولا يدخل ينام ويقولها لما تبقي تخلصي ابقي صحيني. قولي بقى فين المودة والرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما عاب طعام قط، عمره ما قال ايه القرف ده ولا الاكل ده مش عاجبني ابدا. واستحاله كان انه يمد ايده على زوجته ابدا، وما تذكرش عنه في ولا حديث انه ضرب اي زوجه من زوجاته، الا في مره ذكر عنه حديث انه ضرب بالسواك. متخيلين الحنيه والهزار؟ متخيلين ضرب بالحنيه والهزار؟ تخيلوا معايا موقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعد مع الصحابه في منزل السيده عائشه. واحده من زوجاته تبعت له صينيه طعام، وتدخل السيده عائشه وتشوف الصينيه وتتضايق وتغير وتزقها بضيق، الاكل كله يتدلق على الارض قدام الصحابه، والصحابه يتضايقوا من تصرف السيده عائشه. الموقف ده لو حصل مع اي واحد فيكم وهو قاعد في وسط اصحابه كان ممكن يعمل ايه مع زوجته؟ حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه غارت امكم، امكم غارت، ويستخدم كلمه امكم عشان يحنن قلوبهم وما يتضايقوش من السيده عائشه ابدا رضي الله عنها وارضاها. شايفين استيعاب نبينا وحبيبنا للموقف وزوجاته؟ لو قعدنا نعد مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مش هنخلص. عشان كده كان كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيعشقوه مش بيحبوه بس. يا جماعة الحب مش كلمتين حلوين في لحظة صفا، الحب مواقف وأحداث وعشرة طيبة. هي دي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته. أفضل الرجال وأعظمهم وأحبهم وأكرمهم إلى الله عز وجل. عشان كده يا بنت الحلال لو مش بيعاملك كده قوليله اتق الله فيا، عاملني زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعامل زوجاته، وخليكي انتي ليه السكن والمودة والرحمة. وانت كمان اعمل لها منشن وقول لها انا بحبك، ربنا يجازيكي عني كل خير، وقول لها قد ايه انت مقدر دورها في حياتك. وانتي اعملي لزوجك منشن وقولي له انا بحبك وعايزاك تحبني زي حب نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لزوجاته. اللهم ارزق بيوتنا السكينة والمودة والرحمة، آمين يا رب العالمين.